كل عيد بيجي ممكن تتغير العادات أو أشكال الاحتفالات، لكن أغاني العيد بتفضل زي ما هي، بتنقل لنا نفس الإحساس اللي عاشه أهلنا وجدودنا. ومهما ظهرت أغاني جديدة هتفضل أغنية أهلا بالعيد هي أيقونة العيد وجزء أساسي من فرحة المصريين في الوقت ده. كل ما بيجي العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى ونسمع أغنية أهلا بالعيد لصفاء أبو السعود بنحس بفرحة تلقائية كده، كأن العيد نفسه نزل من السماء. الأغنية دي مش مجرد كلمات ومزيكا، لكنها بقت جزء أساسي من طقوس العيد في مصر ويمكن في الوطن العربي كله كمان، وده من غير ما حد يحطها في بلاي ليست او يدور عليها. بتلاقيها بتشتغل لوحدها في الراديو والتلفزيون، والناس تغنيها في الشوارع والمحلات وحتى البيوت. الاغنيه دي بقالها اكتر من 40 سنه ولحد دلوقتي مفيش اغنيه قدرت تاخد مكانها او حتى تنافسها. ففي مطربين كتير جربوا يعملوا اغاني للعيد لكن مفيش اغنيه خدت نفس المكان. السؤال هنا بقى ايه اللي خلى الاغنيه دي تعيش بنفس الطاقه والحيويه كل السنين دي؟ اول حاجه انك لما بتيجي تفكر في العيد بيجي في بالك اللبس الجديد، الحلويات، وكمان العيديه، وكل الحاجات دي اتجمعت في كلمات الأغنية اللي كتبها الشاعر عبد الوهاب محمد، اللي قدر ببساطة شديدة يرسم مشهد العيد بحلاوته وبساطته. مفيش تعقيد ولا فيه فلسفة، مجرد كلمات بسيطة لكنها بتوصل للقلب بسرعة. أهلا بالعيد، مرحب بالعيد، العيد فرحة وأجمل فرحة. أول ما تسمع الكلمتين دول حتى لو كنت نايم أو مشغول تحس إنك عايز تقوم تغني معاها. الكلمات دي قدرت تترجم إحساس العيد ببساطة، ويمكن ده سر نجاحها. المزيكا نفسها اللي عملها جمال سلامة يمكن كانت أكتر حاجة مناسبة لروح الأغنية، فيها طاقة وسرعة وتحس إنها عايزاك تقوم تغني معاها وترقص. والجمل اللحنية سهلة ومفهومة وما فيهاش أي تعقيد، سلاستها الموسيقية مخليها سهلة على الأطفال والكبار. كمان توزيع الأغنية كان متماشي مع روح العيد، وده اللي خلاها تفضل حية لحد دلوقتي. ورغم تطور الموسيقى والتكنولوجيا لكن مفيش حد بيحس إن الأغنية دي مش مناسبة لوقتنا الحالي، بالعكس الناس بتحسها جزء من تراث العيد. وكمان من الحاجات اللي ساعدت على نجاح الأغنية بشكل مش طبيعي هو أداء صفاء أبو السعود، وده عشان هي غنتها بروح طفلة، مش مجرد مطربة بتغني أغنية، لا أنت تحسها إنها واحدة فرحانة فعلا بالعيد، ما كانتش بتمثل، زيها زي أي طفل بجد مستني العيد وفرحان بيه. كمان الكليب بتاع الأغنية لعب دور كبير في نشر الفرح. صفاء أبو السعود كانت لابسة فستان أبيض جميل وكانت بترقص وسط الأطفال وتلعب، وكان فيها حماس وطاقة رهيبة. الحركة، الضحكة، اللبس، كل حاجة كانت بتقول إن العيد جاي وجايب معاه فرح. وخلوني أقول لكم إن الأغنية دي مش مجرد ترند وراح، دي بقت تقليد في العيد، زي الكحك والبسكوت والعيدية، وكل جيل جديد بيطلع بيسمعها من وهو صغير وبيفضل متعلق بيها لحد ما يكبر، وده اللي مخليها لحد النهارده متصدرة المشهد كل عيد. كمان التلفزيون المصري بيحرص انه يذاعها في كل عيد وكأنها اعلان رسمي لبدء الاحتفالات. بمجرد ما تشتغل الأغنية تحس ان خلاص العيد بدأ رسميا، وتلاقي الناس بتعيد على بعض وفرحانين. وعلى مدار السنين اللي فاتت في مطربين كتير بدون ذكر اسماء حاولوا يعملوا اغاني للعيد لكن ما حققتش نفس النجاح، يمكن لان اهلا بالعيد فيها روح خاصة، او يمكن لانها بقت جزء من ذكريات الناس، ودي حاجة صعب أي أغنية تانية تنافسها فيها. حتى لما السوشيال ميديا انتشرت وبقى في أغاني وفيديوهات جديدة فضلت أهلا بالعيد محافظة على مكانتها، وكمان بنشوفها في فيديوهات على الفيسبوك والتيك توك، فيديوهات وميمز واحتفالات. ورغم إن زي ما قلت لكم أهلا بالعيد هي أشهر وأنجح أغنية للعيد، لكن ما نقدرش ننكر إن في أغاني تانية نجحت شوية أو ليها مكانتها الخاصة في وجدان المصريين وبتتسمع كل عيد وكأنها برضو جزء من طقوس العيد ده. ومن أهم الأغاني أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم، ودي الأغنية اللي بتعلن عن بداية العيد بشكل رسمي، كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي. الأغنية دي مش بس ليها ارتباط عند الناس بفكرة العيد أو إن احنا بنعلن عن قدوم العيد، ولكنها كمان ليها ارتباط برؤية الهلال، وبنعتبرها النشيد الرسمي لليلة العيد. أغنية ليها سحرها الخاص رغم إنها اتعملت سنة 1939. أول ما بيبدأ التلفزيون المصري يشغل أغنية يا ليلة العيد بنعرف خلاص إن العيد وصل. صوت أم كلثوم القوي مع اللحن الشرقي لرياض السنباطي خلى الأغنية دي أيقونية، غير إن مشهد الفانوس اللي بيظهر في الأغنية من الذكريات الجميلة اللي مرتبطة بيها. وعلى الرغم من مرور أكتر من 80 سنة على إصدارها إلا إنها واحدة من أهم الأغاني عند المصريين للعيد. وتاني أغنية هي أغنية الليلة عيد لشادية، ودي أغنية ثالثة بتعبر عن الاحتفال بالعيد وبتمثل نفس الفرحة اللي في أغنية أهلا بالعيد لكن بأسلوب مختلف. أداء مبهج لشادية وإحساس صادق خلوها هي كمان مرتبطة عند الناس بذكريات العيد، خصوصاً في فترة السبعينات والثمانينات. الأغنية مش بس بتتكلم عن العيد لكنها بتنقل سر الفرحة اللي بنحسها كلنا فيه. بعد كده أغنية حلو يا حلو، أغنية العيديات والفرح، ودي تعتبر من أقدم أغاني العيد في مصر واللي فيها روح خفيفة ظريفة، وكانوا الأطفال زمان بيغنوها وهم بيستلموا العيديات. بعد كده أغنية العيد النهاردة للثلاثي المرح. ثلاثي المرح كانوا من أشهر الفرق الغنائية في الخمسينات وفضلوا مشهورين جدا كام سنة وبعد كده اختفوا. وأغنية العيد النهاردة واحدة من أجمل الأغاني اللي بتوصف العيد، قدروا بأصواتهم المرحة يقدموا
أغنية فيها بساطة وبراءة، وكانت دايما بتتذاع على الراديو والتلفزيون قبل العيد، وكانت مناسبة جدا لأجواء الاحتفالات في البيوت والشوارع. أما الأغنية الجاية أغنية خاصة وليها شكل مختلف، لأن اللي بيغنيها إسماعيل ياسين. أغنية يا عيد يا أنت، العيد بنكهة الكوميديا. الأغنية دي من أشهر أغاني إسماعيل ياسين، رغم إنها مش منتشرة زي باقي الأغاني، لكنها كانت موجودة في أفلامه القديمة وبتحكي عن بهجة العيد بطريقة كوميدية. وخليني أقول لكم إن الأغاني دي كلها كانت بتتعامل مع العيد كمناسبة اجتماعية أكتر منها مناسبة دينية، وده اللي خلاها تعيش في الذاكرة الشعبية. وفي النهاية إحنا كنا بنتكلم في الأول على أغنية أهلا بالعيد، اللي بقت حالة فرح مرتبطة بالعيد نفسه، وعمرها ما هتبقى قديمة لأنها مش متعلقة بزمن معين، لكنها متعلقة بإحساس الفرحة اللي بيجي مع كل عيد. وده سر نجاحها اللي مخليها مكملة معانا العيد ده، وهتفضل مكملة لكل الأجيال الجاية. فكل سنة وانتم طيبين، ومع كل عيد هنفضل نقول أهلا بالعيد.